قرار هام وجيد وممتاز بالنسبة للطلبة الدكاترة، بحيث أن وزارة التعليم العالي في أحد القرار المشترك بينها وبين الوزير المنتدب لدى الوزير المالية المكلف بالميزانية يعني فوزي القشاع صدروا واحد القرار مشترك وكيتعلق بمنح طلبة الدكاترة منحة قدرها 7000 درهم شهريا على مدى 36 شهر يعني 3 سنوات. ولكن هذه المنحة هذه مشروطة بعدة شروط. غادي نشوفوا هذه الشروط هذه تباعا. الشرط الأول هو أن ما يمكنلكش تستافد من المنحة هذه إلا إذا كنت من جنسية مغربية، بمعنى الطلبة الدكاترة اللي من جنسيات أخرين ما عادش يستافدوا من هذه المنحة ديال 7000 درهم كل شهر. إذا أول شرط هو الجنسية المغربية. ثانيا أنك تكون مسجل في السنة الأولى من سلك الدكتوراه إحدى الجامعات المغربية العمومية، بمعنى أنك لو كنت مسجل في شي جامعة مغربية غير عمومية خاصة راك ما تستافدش من هذه المنحة هذه. إذا الجامعات المغربية العمومية وتكون مسجل في السنة الأولى. ثالث الشرط اللي هو هذا هو اللي مهم بزاف هو الشرط ديال السن، هو أنك ما تكونش كتعدى 26 سنة، يعني في 31 دجنبر من ديك السنة اللي تسجلتي فيها في السنة الأولى في الدكتوراه، يعني ما خصكش تكون فايت 26 سنة في الآخر ديال العام. الاستثناء الوحيد هو الطلبة ديال الدكتوراه في الدراسات الطبية والبيطرة، هادو عطاهم 27 عام في 31 دجنبر من ديك السنه اللي كتسجلوا فيها في سلك الدكتوراه. وهذا شويه فيه يعني واحد الشرط شويه تعجيزي، يعني قصاو بزاف ديال الطلبه ما كانوش يديروا عليهم ديك 27 او 26. هنا كيقلصوا ديال الاعداد المستفيدين، حبذا لو انه كداروا واحد 35 ولا 36. هنا يعني هذا الشرط هذا يكون يعني كيهم واحد الطلبه كثار وكثار جدا غيستافدوا من هاد 7000 درهم. هذا الشرط هذا كنشوفه انا شخصيا يعني مجحف. الشرط الموالي هو ان ما يكون عندك حتى شي دخل اخر، يعني الا كنتي مثلا طالب دكتوراه وانت موظف او عندك خدام في شي شركه او عندك شي اي دخل اخر فانت مقصي. اذا ما خصكش يكون عندك اي دخل اخر، وكيف ما كان وما تمارس اي نشاط يعني حرفي ولا تجاري ولا صناعي ولا يعني مع الدوله، ما تكونش كتمارس هذا النشاط هذا، يعني خص تكون يعني مفرغ فقط للدراسه ولا شيء اخر غير الدراسه. هذه المنحه هذه ما يمكنش انك تجمعها 7000 درهم، هاد 7000 درهم ما يمكنش انك تجمعها مع شي منح اخرى كتعطيها لك الدوله، فقط تكون كتاخذ فقط ديك المنحه ديال 7000 درهم. باستثناء كاين واحد الاستثناء واحد هو انك ممكن تاخذ المنحه ديال السفر الى الخارج اللي كتعطيها لك الجامعه في اطار البحث ديال هذيك الدكتوراه ديالك، يعني عندك شي بحث في الدكتوراه وبغيت تكمل يعني تكمل الابحاث ديالك في الخارج او شي زيارات ميدانيه كتبحث على معلومات، فهنا ممكن تاخذ هذه المنحه هذه. كذلك انك ما يمكنش تجمع بين هذه المنحه هذه وشي نشاط ديال التعليم اللي كيدير عليك شي دخل، بحال مثلا هذاك الطالب الدكتوراه ممنوع عليه انه مثلا يمشي يدير تسويه اضافيه او شي يقري في مدرسه حره او شي يقري مثلا كفاكاتير، مثلا كيقري في شي كليه فاكاتير مثلا استاذ فاكاتير، فراه ممنوع عليه وإلا ضبطوه فهو كيتحرم من ديك المنحه ديال 7000 درهم، ما يمكنش يعطيوها له. كذلك انه ما يمكنش هذاك الطالب هذاك يطالب بالترسيم ديالو في ديك الكليه. الا عطاوك 7000 درهم هذا ماشي مبرر انك تطالب باش يرسموك في ديك الكليه، انك تولي خدام معاهم تولي عندك 7000 درهم دائما. اذا هادو من بعض يعني الشروط يعني اللي هي ضروريه. نزيد واحد القضيه اخرى، وان في كل سنه يعني في السنه هذاك الطالب اللي كيدير البحث ديالو خصو في النهايه ديال السنه يدير واحد التقرير شامل عن مجمل يعني التقدم ديال البحث ديال الدكتوراه ديالو، ويقدمه للمشرف على الدكتوراه على البحث ديالو ويسنيه له. كذلك يسني رئيس المختبر اللي مشرف عليها، والعميد ديال الكليه كوالي يسني له ياشر له على هذيك الاعمال اللي دارها خلال ديك السنه. والا ما دارهاش الطالب فهو كيتحرم السنه الثانيه من ديك المنحه هذه، كيتحرم نهائيا. لان خصو ضروري يدير واحد التقرير شامل عن مجمل الابحاث ديالو باش يستمر في ديك المنحه ديال 7000 درهم. الا شفتوا هذا الفيديو مهم رجاء انشروه باش يطلعوا عليه الطلبه الدكاتره، وديروا واحد اللايك وواحد جيم الى عجبك الفيديو. وتحياتي، السلام عليكم.